السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة زراعة أونلاين. معاكم المهندس محمود آدم. وكالعادة شفنا مشكلتين بنحاول نحلهم مع بعض، هي مشكلة الفيروس أو قرعات الأوراق. تاني مشكلة العنكبوت الأحمر بالذات في زراعة الكوسة. ولو حضرتك لسه مشتركش في القناة ممكن تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد. زراعة الكوسة في الأراضي الصحراوية من أصعب الزراعات. طب ليه؟ بتواجه حضرتك مشكلة الفيروسة زي ما انت شايف، بيبقى الورقة فيها تجاعيد كده ويبقى القلب مش مفتوح زي كده اهي كده، ده القلب بتاعها مفتوح، ده شكل الفيروس. تاني مشكلة مشكلة الحمرة، ده كده شكل يرقات العنكبوت الأحمر أو الأقراصات. هي مش عارف ممكن تبقى ظاهرة شوية أو مش ظاهرة، بس هي ايه زي ما انتوا شايفين دلوقتي كده. يعني لو شايفينها هي لونها أحمر شوية باين اهي اهي. دول اكبر مشكلتين، نحلهم ازاي ده موضوع الفيديو. خليك معانا عشان تستفيد وتفيد غيرك، وتعمل مشاركة للفيديو، وتعمل اشتراك في القناة لو انت مهتم بالزراعة. طيب ايه سبب الفيروس او اللي بيخلي النبات الفيروس؟ هي الذبابة البيضاء او الثقبات المصة عموما. يعني لو حضراتكم شايفين دلوقتي دي شكل الذبابة البيضاء اهي اهي، ده شكل الذبابة البيضاء اهي. ده اكبر سبب بيأثر او بيقوم بنقل الفيروس من مكان لمكان ويعمل انتشار عندك في الارض. طيب ايه الحل؟ لازم نشتغل اول 15 يوم من عمر الكوسة نشتغل مركبات جهازية. ممكن نسمد في السمادة اميدا كلوبرايد 70%، بنحط نص لتر للفدان. وبعد كده بنبدأ الرش زي الأقطرة مع المزبلان. ده كيس المزبلان طبعا تبع شركة شورو، ده شركة شورو اهي ياباني. معدل الاستخدام طبعا 25 جرام لكل 100 لتر مية. مادة فعالة طبعا أسيتامبرايد 20%. الحاجات دي كلها بتقلل نسبة الإصابة بالذبابة البيضاء، وبالتالي بيبقى نسبة الفيروس عندك أو النباتات المتفيرسة قليلة. أما دواء الحمرة طبعا في كتير حاجات موجودة في السوق، ما بنشتغلش غير لما نشوف الحمرة، لأن مينفعش تشتغل فيها جهازي. لازم تشوف حاجة الإصابة عندك وبعد كده تشتغل، لأن الحمرة أغلبتها كلها مركبات بالملامسة زي الشلينجر. ده كده كان فيديو سريع استرشادي على مشاكل بتواجه الكوسة في زراعة في الأراضي الصحراوية. ولو عجب الفيديو طبعا ما تنساش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.